أهلا بيكم يا جماعة. لو انتم من الناس اللي بتحب الحيوانات الأليفة وكلاب وقطط وكده ونفسكم بقى تعبروا عن الحب ده بس بالألماني، يبقى انتوا في المكان الصح بالظبط. النهاردة هنتعلم مع بعض كام جملة بسيطة جدا بس هتفرق وهتخليكم تتكلموا عن حيواناتكم دي يعني كأنكم من ألمانيا بجد. يلا بينا نبتدي. طيب قبل ما نخش في صلب الموضوع والألماني، عايز أسأل سؤال مهم. مين فيكم عنده حيوان أليف؟ يعني كلب، قطة، يمكن عصفور، أي حاجة. فكروا كده لأن ده هو مدخلنا للكلام بتاع النهاردة. تمام قوي. أول حاجة لازم نعرفها خالص هي إيه الكلمة اللي بألماني اللي معناها حيوانات أليف، الكلمة اللي بتلمهم كلهم. الكلمة دي يا جماعة هي هاوستيره. تعالوا كده نفصصها مع بعض عشان ما تتنسيش. هاوس لوحدها معناها بيت، وتيغة معناها حيوانات، فلما نلزقهم في بعض تبقى حيوانات البيت. بسيطة ومنطقية جدا، صح؟ جربوا كده تقولوها معايا، هاوستيره. هايل. طيب عرفنا الكلمة الكبيرة، ندخل بقى على التفاصيل وأسماء أشهر الحيوانات. بس استنوا، هنا في نقطة مهمة جدا في الألماني لازم ناخد بالنا منها. كل اسم، أي اسم، بيكون ليه أداة تعريف، يعني كلمة صغيرة بتيجي قبله بتقول لنا الاسم ده مذكر ولا مؤنث ولا محايد. دي حتة أساسية. بصوا على المثال ده وهتفهموا قصدي. مش كفاية نقول هوند عشان نقول كلب، لا، لازم نقول دا هوند. طيب والقطة اسمها كاتس، بس بنقول دي كاتس. خدتوا بالكم من الفرق؟ دا للكلب ودي للقطة. التفصيلة الصغيرة دي هي اللي بتفرق وتخلي كلامنا صح. وناخد مثال كمان عشان المعلومة تثبت. كلمة طائر بالألماني يعني فوجل، والمفرد منها بياخد دير، فبنقول دير فوجل. طيب لو طيور كتير يعني الجمع بتبقى دي فوجل. لاحظوا ان الأداة اتغيرت وكمان الكلمة نفسها زاد عليها نقطتين كده. ده الفرق بين المفرد والجمع. كده احنا معانا الكلمات الأساسية. جه وقت بقى نلعب بالمكعبات دي ونركبها في جمل. يلا بينا نشوف ازاي نعمل جمل بسيطة ومفيدة، جمل نقدر نستخدمها فعلا. عايزين نقول أنا عندي كلب، سهل قوي، هنقول Ich habe einen Hund. طيب Ich habe دي معناها أنا عندي، بس ثانية واحدة، مش إحنا لسه قايلين der Hund؟ اللي خلاها هنا einen Hund؟ هقول لكم ببساطة جدا، عشان الكلب هنا هو اللي عندي يعني مفعول به، فالأداة بتتغير شوية. ما تقلقوش، دي حاجة بسيطة ومع الوقت بتيجي لوحدها. وعلى نفس المنوال بالضبط لو بنتكلم عن القطة هنقول إيه؟ Ich habe eine Katze. هنا الموضوع أسهل لأن الأداة تقريبا ما اتغيرتش. شايفين النمط؟ الموضوع بسيط خالص لما بنفهمه. ودلوقتي نيجي لأهم حتة، الحتة اللي كلنا مستنيينها. إزاي نقول أنا بحب؟ الكلمة دي مش بس للحيوانات، دي لأي حاجة بنحبها. السر كله في فعل واحد بس. الفعل ده هو lieben. lieben معناه يحب، وده الشكل الأساسي بتاعه، وطبعا بيتغير تغيير بسيط حسب مين اللي بيتكلم، أنا، إحنا، هم، وهكذا. بصوا كده على الأمثلة دي. لو عايز أقول أنا بحب بقول ich liebe، شلنا الإن وحطينا إي. طيب لو إحنا بنحب بترجع لأصلها تقريبا wir lieben. طب لو هم بيحبوا برضو sie lieben. التغيير بسيط جدا في النهاية، مش كده؟ يبقى خلاص الموضوع بقى سهل. عايزين نقول أنا بحب الكلاب، بسيطة جدا، هنحط الكلمات جنب بعض. Ich liebe Hunde، مباشر وما فيهاش أي لف ودوران. طب لو إحنا مجموعة أصحاب كلنا بنحب الكلاب وعايزين نقول كده، هنستخدم الصيغة بتاعت إحنا اللي لسه شايفينها، وتبقى الجملة Wir lieben Hunde. بالظبط كده. والحلو بقى في الموضوع إن جملة إشليبة دي مش حكر على الحيوانات الأليفة بس، لا، دي زي ما بيقولوا كده الجوكر، ممكن نستخدمها مع أي حد أو أي حاجة بنحبها في الدنيا. يعني مثلا لأهم إنسانة في حياتنا ممكن نقول إشليبة ماينة ماما، اللي هي أنا بحب أمي. جملة بسيطة بس معناها كبير قوي. أو مثلا Ich liebe meine Kinder، يعني أنا بحب أطفالي. شايفين؟ نفس التركيبة، نفس الكلمة، بس بتعبر عن مشاعر مختلفة تماما. طيب كده إحنا لمينا أهم الأساسيات. تعالوا بقى نعمل ملخص سريع عشان نتأكد إن كل حاجة ثبتت في دماغنا. الخلاصة كلها في الكام جملة دول، لو عرفناهم كويس النهاردة يبقى إحنا عملنا إنجاز. Ich habe einen Hund، Ich habe eine Katze. والأهم من دول كلهم Ich liebe Hunde، وكمان Ich liebe meine Mama. جمل ممكن تبان بسيطة، بس صدقوني دي بداية لحاجات كتير قوي. وفي الآخر عايز أسيبكم مع سؤال أو ممكن نعتبره تحدي صغير.
بعد اللي قلناه ده كله، إيه أول جملة هتقولوها بالألماني؟ وفكروا كده، هتقولوها لمين أو عن إيه؟ أهم حاجة ابتدوا استخدموا الكلام ده على طول وما تخافوش من الغلط. الغلط هو أول طريق للتعلم.